سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن سخط العزيز الجبار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذا المكان الطاهر على طاعته أن يجمعنا في مستقر رحمته وتحت لواء سيد الأولين والآخرين نبينا محمد، وعلى آله أفضل الصلاة عليه، وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، إخوة الإيمان، الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الكتاب المنير. لقد سمعنا في بداية الكلمات بعد صلاة المغرب تلاوة مباركة من الذكر الحكيم، بدأ فيها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم توالى بعد ذلك المن علينا من فضله جل وعلا. نعم، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال في آية أخرى: لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم. هذا الخطاب يدلنا على شيء مهم، وهي مادة التكوين، مادة الربط، مادة الاتصال. جزا الله إخواننا تكلموا فجادوا وافادوا، جزاهم الله كل خير. تكلموا على مهمات الأمة، تكلموا على واجبات الشباب نحو الأمة. بقي شيء أساسي لا بد أن نتطرق إليه. هذا الشيء هو أساس كل شيء، ولا يتم مما سمعت منه شيئا إلا أن يقوم هذا الأمر. الأمر هو الرابطة مع الله سبحانه وتعالى، الاتصال مع الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى مادة الربط وذكر محلها. أين محلها؟ القلب. ولهذا قال: ألف بين
قلوبكم، لأن القلب هو الوعاء، وعاء التقوى، والتقوى أمر معنوي، والقلب مادة نورانية مثلها مثل الروح، لأن وظيفة القلب ليس هذه كتلة اللحم هذه، إنما القلب هو وظيفة أخرى روحية عندها ارتباط بالروح، وأمر الروح من أمر الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا نحن أن نشرع في هذا البنيان وفي هذا المشروع الضخم، من أين نبدأ؟ هل نبدأ من الأسس أم نبدأ من السقف؟ طموحنا ومشروعنا المستقبلي هو السقف، أن نصل يوم ما إلى بناء السقف، لكن كيف نبني السقف وما عندنا أسس ثوابت؟ الأساس الثابت ومادة الربط البنيان كله الآن مفقود عن كثير من الشباب. أين نحن من قوله عليه الصلاة والسلام اتق الله في السر والعلن؟ في السر والعلن، لما تكون وحدك أو تكون مع الناس تكون معاملتك واحدة لا تتغير، لأن الذي ترقبه جل في علاه يراك أنت وحدك ويراك مع الناس. لما نتعلم كيف نتقي الله في السر تصلح العلانية، ويكون الارتباط بين الباطن والظاهر ارتباط وثيق. الآن ضيعنا الجواهر واصبحنا نلهث، أنا لا أسميها قشور ولكن نسميها درجات ثانية من الجواهر، لأن بدون تقوى بدون رابطة مع الله سبحانه وتعالى أين سيكون التأييد؟ من أين؟ والنصر من أين؟ والتمكين من أين؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي درجات في التقوى. أين نحن من هذا؟ هل ملامحنا وظاهرنا هو نفسه في الباطن؟ هل تعاملنا مع الدعوة باطنا وظاهر نفس التعامل؟ إذن هذه الأسس التي لا بد أن نبحث عليها وننميها. اعلموا هداكم الله، إذا نمت هذه المشاعر في الداخل فإنك لا تخشى على الظاهر، لأن حتما ويقينا الذي يخشى الله في السر أولى أن يخشاه في العلانية. من هنا نبدأ أخواني بالبحث على الحقائق. مسببات الإعاقة ما هي؟ الله حينما قال إن تنصروا الله ينصركم، هذا رجع في كلامه؟ أم أن أسباب النصر لم تتحقق ولم نتخذ السبل السليمة والسبل الشرعية للوصول إلى الهدف الشرعي؟ إذن لابد علينا أن نراجع أنفسنا، نرجع إلى التكوين الذاتي للفرد. مقومات الفرد هي مقومات الأمة. إذا كان الأفراد الآن أجسامهم، ما نقولش قلوبهم، أجسامهم متباعدة، يرى صاحبه ماشي في الطريق هذا يمشي من الطريق الثاني، هذا يدل على أن قلوبهم مجتمعة؟ لا. وإذا لم تجتمع القلوب فكيف ستجتمع الأجسام؟ وكيف سنوحد الكلمة؟ وكيف سنوحد الجهود؟
بإظهار غير ما نبطن، بالاجتماع وكلنا يطأطأ رأسه، ولكن بعد أن يخلو بنفسه يضمر غير ذلك. إذا أردنا أن نمضي قدما نبدأ بالأسس. كل واحد فينا لا يزكي أحدنا نفسه، كل من آنين ذنوب وخطايا وعيوب وأخطاء وتقصير. ما نزكوش أنفسنا، راهو مهلكنا إلا التزكيات في غير محلها. نظن أنفسنا فيما بيننا على خير، ولكن لسنا في خير مع الله، والأولى أن نصلح أنفسنا مع الله وأن نستعين بالله ونتوكل عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. يا من تريد وتطمح لأن تبني هذا الصرح المجيد، ابدأه بنفسك، وكن أنت أول لبنة البناء. فليكن كل منا يسارع إلى أن يكون هو أول لبنة بناء. خلي الصرح كله شيء على كتافك، تحمل مسؤولية الدعوة، اصبر عليها، تأتي ثمرها ولو بعد حين. إذا ما تجيش فيك تجي في ولدك، وإذا ما تجيش في ولد تجي في خوك. وخوك ما أقول يعني خوك من الرحم، لا، خوك من الدين، من الإيمان. إذن يا أخواني، كل العمل الذي نقوم به الآن والذي تصبو النفس إليه، هذا هو المنطلق من الأساس السليم، أن نعود إلى الله، أن نربط أنفسنا مع الله لا مع أي شيء ثاني. وإذا كنت مع الله فإن الله سينير لك الدرب، كما قال المسلمون: حسبنا الله ونعم الوكيل. هل كفاهم الله أم لا؟ فكفاهم الله. ماذا نبحث نحن عنه بعد ذلك؟ نخشى من بعد ذلك؟ إذا كان الله معنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما ظنك في اثنين الله ثالثهما؟ كانت الإجابة سريعة أم سريعة؟ وفقهم الله ولا ما وفقهم؟ حماهم الله ولا ما حماهم؟ أيدهم أم لم يؤيدهم؟ إذن الارتباط روحي يا أخواني. المادة مكملة للروح. المادة وحدها بدون روح ما تديش نتيجة. ما تضرب لي مثال بالكفار أنهم عندهم القوات لأنهم هم قواتهم هي مادية ليست روحية. ما كان في يوم من الأيام جند الله عندهم الماديات الكافية والعدد الكافي لنصرة الدين. ودائما الله سبحانه وتعالى يضرب بالفئة القليلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والتي تغلب والقليلة هي المؤمنة ليست الكافرة. الكافرة ما تغلب بالقلة، مستحيل. إذا أردنا إخواني أن نصل إلى ما تصبو إليه النفوس من العزة والمجد والكرامة ورفع راية لا إله إلا الله التي هي أغلى الغايات، فعلينا أن نبدأ من الآن في نسج خيوطها وإحضار لبناتها. ومادة الربط هي تقوى الله ومخافة الله وخشية الله. واتقوا الله ويعلمكم الله
والله بكل شيء عليم. يعلمك السياسة، ويعلمك الحرب، ويعلمك القيادة، ويعلمك حتى الصواريخ. ما تخافش، أنت معك رب الكون اللي غيرك ليس له رب مادة. كرهبته اللي يمشي بها يدورها ما فيهاش بنزين ما تمشيش، لأن هذاك هو رب وهذاك هو اتجاه مادة. أما أنت عندك مواد أخرى. الدعاء، ترفع يديك إلى الله وتكون صادق فيجيبك، لأن الله قال وقوله الحق: ادعوني أستجب لكم. هل يخلف الله الميعاد؟ هل نحن كانت الدعوة صادقة خالصة شرعية أم لا؟ وما تحقرش نفسك يا مسلم يا مؤمن. أنت عبد الله وغيرك عبد، إما لصنم أو لشهوة أو لبهيمة أو لأي شيء. أما أنت عبد الله، أنت وحدك عبد الله، وغيرك ليسوا عبيد لله. إذن ما الذي يخيفك؟ أن تصمت وأن تجمع قواك وشتاتك لنصرة هذا الدين وخدمة هذا الدين. نعم، كل منا يقدر أن يخدم هذا الدين ويقدم لهذا الدين ولو بالقليل، ولو بالكلمة الطيبة. هداني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا من المتقين ومن عباده المخلصين. اللهم سدد، اللهم سدد، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب